وعندي الفلوس دي كلها والميزانية بتاعتي بتتعدى ال8 مليار جنيه، فين الصفقات؟ حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أثر في صفقات النادي الأهلي، على رأي أخويا وحبيبي توفي اللي بيقول مفيش غير شوبير ما شاء الله حاجة تكسف. جه اليوم اللي بنقول فيه مصطفى شوبير بيتعادل مع البنك الأهلي، مفيش أي كلام عن الفنيات، دولت مش لاعبين، دولت أشباه لاعبين، أشباه لاعبين. ومستر كولر واقف على الخط شاهد ما شافش حاجة، لا حول له ولا قوة. الواحد أصلا طالع في اللايف مش عارف يتكلم يقول إيه، الواحد مكسوف، يعني حاجة تحصل. أتكلم أقول إيه؟ اللي مفيش جملة واحدة ملعوبة على المرمى، مفيش جملة واحدة ملعوبة على المرمى. يمكن في الشوط الأول لحد الدقيقة 30 ولا حاجة، أو يمكن الشوط الأول بالكامل، في الشوط الأول بالكامل مفيش تسديدة على حارس مرمى البنك الأهلي، مفيش غير شوبير. أدهم الغالي اهوت كمان بيقول لك مفيش غير مصطفى شوبير اللي فاز برجل المباراة، اللي منع حوالي 5 أهداف محققة، اللي منع حوالي 5 أهداف محققة لنادي البنك الأهلي، منهم انفرادين صريحين بالمرمى. يمكن احنا ما عملناش الانفرادين دولت كمان، يمكن احنا ما عملناش الانفرادين دولت كمان. شوبير النهارده بياخد رجل المباراة، وفي المرات القليلة اللي احنا بنلاقي حارس مرمى النادي الأهلي هو رجل المباراة، هو رجل المباراة. يعني شوط اول او شوط اول ايه، شوط مباراه ما فيهاش اي اداء، ما فيهاش اي روح، ما فيهاش اي نتيجه. مستر كولر مش عارف بيعمل ايه في التدريبات. يعني انا راجل مش عارف المدير الفني للنادي الاهلي وظيفته ايه في التدريبات كل يوم. في اخطاء دفاعيه، هي نفس الاخطاء الدفاعيه اللي بنقع فيها، نفس الاخطاء الدفاعيه اللي بنقع فيها. فرص النهارده والله العظيم، يعني في مباراه الاتحاد السكندري صنعنا فرص وضيعنا فرص، انما النهارده هقول ايه؟ انت اصلا مالكش فرص ملعوبه ومالكش هجمات منظمه ان احنا نقول ان النادي الاهلي ضيع اهداف. ما هو حتى لما المدير الفني يوصلك للجون ما بتلومش على المدير الفني، ما بتلومش على المدير الفني. انت متخيل ان انت عندك بيرسي تاو صفر، بيرسي تاو صفر، ولو انا من الكابتن محمود الخطيب اشوف بقيت عقده قد ايه، 600,000 دولار. ده لاعب مش عايز يلعب، لاعب مش عايز يلعب في النادي الاهلي. شفت الموظف اللي فاضل له مثلا شهر؟ بيرسي تاو دلوقتي عامل زي الموظف اللي فاضل له شهر ويمشي من الشركه. رضا سليم كان كويس، طب بأمارة ايه يا هبه رضا سليم كان كويس؟ اختي المحترمه هبه بتقول رضا سليم كان كويس، طب بأمارة ايه؟ بأمارة ايه رضا سليم كان كويس؟ عمل ايه؟ عمل ايه؟ ادي الجماعه الزملكاويه هم مكسحين، الجماعه الزملكاويه شمتانين فيه. والله العظيم لكم حق، بس انا عايز اقول لك قبل ما تشمت فينا استنى مباراه غزل المحله بكره. هو انت عملت كده في مباراه الاتحاد السكندري وخسرت تاني يوم من المصري، ما يمكن تخسر بكره من غزل المحله؟ مش ممكن تخسر بكره من غزل المحله؟ فانت طول بالك اما تشوف غزل المحله هتعمل ايه بكره. ممكن ترد عليا في سؤالي فوق؟ فين السؤال يا هبه؟ انت قلت يا هبه رضا سليم كان كويس، انا مش عارف انت قلت رضا سليم كان كويس على اساس ايه؟ النهارده ما هو انا مش عارف انت بتقول ايه يا هبه، فين السؤال بتاعك؟ بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ حمدي ممكن اسالك سؤال؟ هو فعلا اتكلم عمر الساعه، اتكلم مع محمد رمضان وقال له عايز يلعب اساسي، ومحمد رمضان قال له مش المدير الفني، وعمر الساعه تمرد؟ لا مفيش الكلام ده يا هبه، الكلام ده مش مظبوط وكلام كله غلط. ده اكيد انت جايباه من عند يوتيوبر زملكاوي. هنعمل ايه في الماتش الجاي بالمستوى ده؟ هنخسر الماتش الجاي والماتش اللي بعده، وهنخسر كل